هسألكوا سؤال بس تجاوبوني بصراحة. السعادة أهم ولا الراحة؟ الراحة. السعادة. طيب وإيه اللي بيخلق الراحة؟ أنا بشوف أهم جزء من الراحة والسعادة اللي الواحد بيكتشفه بعد ما بيكبر هي إن هو فعلا يلاقي راحته من إن هو يلاقي الناس اللي حواليه سعيدة أو مرتاحة أو بيخلق للي حواليه سعادة أو راحة. هو ساعتها بتتخلق عنده من غير رغبته. بحس ان هو ده اهم جزء ممكن يخلقه البني ادمين او اهم واللي هو بيبقى مستفيد قبل الناس منه. لان انا عن تجربه يعني كل مره حاولت فيها ابقى سعيد طبعا ما بيستمرش، لان انت عارف السعاده ما هياش جزء مستمر. نتمنى ان هي يكون عند كل الناس بس ما بيحصلش فيه الاستمرار، لان هو ما ينفعش يستمر. الراحه بتستمر ممكن. والحاله الوحيده زي ما قلت لكم اللي تخلقها، ودي وجهه نظري يمكن هي بتختلف على حسب شخصيه، انه فعلا يلاقي ناس يخلق معاهم الراحه دي لنفسهم. يعني الفكره كلها في العطاء. الواحد لما يعرف يدي يلاقي نفسه في حته تانيه. احنا بنلاقي نفسنا بان احنا ندي للناس.